في واحد كده كاتب في واحده من بلدنا بتطلع على الفيسبوك وهي بتاكل وبتدي الناس مواعظ. اول حاجه ولا صحح لك المعلومات، انا ما بقتش من بلدكم، انا غيرت محل الاقامه. عقبال املتك. ثانيا ما تطلعش على الفيسبوك يا ولا، بس على جميع السوشيال ميديا بدون ذكر اسماء، لا مؤدب، محدش عرفني، بتدي الناس مواعظ. مين قالك يا واد انني بدي مواعظ؟ كنت عايز تروح يا ولا. انت شايفني يا واد شيخ مربيه دقني وهي بتاكل يا واد؟ هما فيديوهين، الفيديو لا يتعدى دقيقه ونص او دقيقتين بالكتير، وما كنت باكل ايه يا ولا؟ على راي الواد اللي بيقول لك قرص، كنت نفعت نفسك. شوف يا ابني، النفع ربنا سبحانه وتعالى، محدش بينفع حد. بس انا في عشت تجربه وعندي رساله عايزه اقولها. الرساله دي تعباك ما تسمعهاش، بس انا مبسوطه منك. عارف ليه؟ لاني اكيد اثرت عليك ووجعتك في حاجه، فعشان كده كتبت دونا عن خلق الله. ثانيا بقى والاهم من ده كله يا سعاده الباشا، انت راجل محترم، انا عملت لك متابعه يا ولا، ماشي؟ عملت بقى كل اللي معلقين لك وعاملين لك لايكات وبتاع وحركات، عملت لهم حظ، جاتك 60 نيله. هو بيقول لي كده، انا بقول لك متشكره على جات 60 نيله، على ان انت قلت لي جاتك 60 نيله، وانا بقول لك جاتك 60 نيله يا ولا.